بيبدأ مسلسلنا بجيو بطلتنا وهي في الشارع، وبيجيلها مكالمة من المستشفى إن أختها لازم تعمل العملية ضروري وما ينفعش تتأجل تاني. فقالت لهم يجهزوا كل حاجة وهي هتحاول تتصرف في الفلوس، وبتقول في نفسها بحزن هتنازل عن نفسي وعن كرامتي علشان أختي. وبتبص على العربيات اللي حواليها وبتلاقي عربية فخمة، فبتروح عندها وبتبص لصاحبها بابتسامة جميلة وبتسأله رايح فين. استغرب منها وقال لها رايح النادي. قالت له لو ممكن تاخدني معاك، انا كمان نفسي اروح هناك. ولان هوان كان معرف صحابه انه هيجيب اخته معاه، وافق ياخدها. وبيوصلوا هناك وبتعرفهم على نفسها على انها اخته اللي لسه راجعه من السفر، وبتقول لهم اسم مزيف وبتقعد معاهم لحد ما بيرخم واحد من صحابه بيقول لها انه بيحب النغمه دي ولو بتعرف ترقص الرقصه دي. فردت بابتسامه انها بتعرف ترقص رقص صيني تقليدي، وده لانها اصلا في مدرسه رقص. فبيغير النغمة وبتقوم هي وبترقص وبتكون شبه كده رقص الباليه وبتبقى شاطرة جدا. وهان مركز معاها وواضح انه اعجب بيها. وبعد ما بيخلص اليوم بيروحها لكن مش بيقدر ينساها. وبيروح لها مكان التدريب اللي بتتدرب فيه الرقص. هو بيقفوا سوا لوحدهم، هو بيقول لها انه عرف حقيقتها واسمها الحقيقي كمان. فبتقرب منه وهي مبتسمة وبتقوله طب وايه يعني. وهنا مش بيقدر يقاومها وبياخدها على بيته وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم بيصحوا وهم مبسوطين بتسأله على اسمه فبيضحك وبيقول لها ده احنا عدينا المرحلة دي خلاص. فبتقترح عليه انهم يخرجوا سوا، وقبل ما يوافق بيجيله تليفون. فبيعتذر منها انه لازم يمشي بسرعة، وبتقوله هو ماشي برضه ما قلتليش اسمك. قالها المرة الجاية لما اشوفك. بيعدي كام يوم وهو مش بيتواصل معاها. فبتقولها صاحبتها كلمي انتي يمكن مشغول. وبتسألها عن اختها فبتجاوبها بحزن انها لازم تعمل عملية، وحاليا امها بتهتم بيها. فبتشجعها صاحبتها انهم هيقدروا يجمعوا الفلوس. بتسيبها وبتمشي، فبتبعت جيو رسالة لهوان وبتطمن عليه فيها وبتسأله لو فاضي في نفس الوقت اللي بنشوف فيه هوان في الشارع وماسك شخص وبيضربه، وما بيكونش واضح لسه لحد دلوقتي هو مين ولا شغله ايه. بنرجع لجيو وهي بتبص في التليفون وبتزعل انه مردش عليها، وبتفتكر مرض اختها وانها وعدت امها انها تجمع حق العملية. فبتقرر تنزل تشتغل شغل اضافي علشان الفلوس. وفعلا تاني يوم بتنزل كموديل تصوير. ولما بتخلص بتحاول صاحبتها تقنعها تخرج في موعد مدبر مع حد تاني، بس هي بترفض لانها حبت هوان بجد. بتقولها صاحبتها انت هتفضلي معلقة نفسك بيه وهو مش معبرك، وتلاقيه كمان مقضيها مع البنات. لكن ساعتها بيجيلها رسالة منه بيسألها فيها عن مكانها علشان يجي ياخدها. فبتفرح جدا وبتقوله على المكان. بنسيبها وبنروح لهوان وهو في المطار وراجع من السفر، واخته بتستقبله وبيكون واضح انها شقية. وبترخم عليه وبتقوله اخويا حبيبي اخيرا رجعت. فقال لها اخلصي اكيد محتاجة فلوس طالما جيتي لحد هنا، وطبعا علشان تجيبي شنطة جديدة. قالت له انت دايما ظالمني، بعدين البنات كلها بتحب الشنط. ففكر شوية وقال طب ما اجيب لجيو شنطة هدية بما اني غايب عنها بقالي كتير. وبيروح ياخدها وهي بتجري عليه لانه بيكون وحشها جدا. بياخدها محل فخم جدا وبتنقي الشنط اللي هي عايزاها. وبيروحوا الفندق سوا وبيقضوا الليلة هناك. وبالليل بيقولها انه لازم يمشي علشان شغله، وبيقولها ترتاح وهو يتصل بيها لما يفضى علشان يشوفها تاني. وبياخد تليفونها وبيسجل لها اسمه فبتفرح انها عرفت اسمه. ومن بعدها بيفضلوا يتقابلوا كتير ويتفسحوا سوا، وبيكون واضح انه وقع في حبها. وبيجيب لها شنط وهدايا كتير. وبعد ما بيوصلها بتطلع تكلم عميلة وبتعرفها انها بعتت لها الشنطة. وهنا بقى بنعرف انها بتبيع الشنط والهدايا اللي بيجيبها لها علشان تجمع حق عملية اختها. وبتتفرج صاحبتها على الشنطة الجديدة اللي جابها لها، وبتقولها ان شكله غني قوي لانه بيجيب حاجات فخمة وغالية، واللي بسببها قدروا يجمعوا حق العملية. بتبص لها جيو بحزن فبتتصدم صاحبتها وبتقولها انتي حبيتيه بجد ولا ايه؟ لا فوقي، انتي بتعملي كده علشان اختي، وكمان انتي من طبقة وهو من طبقة، اكيد تفكيره غيرك، الناس دي ما بتفكرش زينا، انتي حتى ما تعرفيش بيشتغل ايه. فبتحزن لانها هي كمان وقعت في حبه على الاخر. بنروح لهوان وهو في فندق وشخص بيكلمه بيقوله ان العصابة هربت. فبيدخل الاسانسير وبتيجي العصابة وبتدخل معاه وهي متعرفش هو مين، لحد ما بيلاقوه بيقفل عليهم معاه. وبيقول لزميله انه لقاهم وحرفيا بيكسرهم، وهو نفسه بيتصاب في دراعه. ولما بيمشي بيمسك واحد منهم مسدس وبيكون عايز يقتله، لكن بتظهر بنت صغيرة فبيجري هوان عليها وبياخد الطلقة في ظهره قبل ما تيجي فيها. وبيغمى عليه وبيجوا زمايله ياخدوه. وهنا بنعرف انه شرطي.
وبيعدي شهر وجيو حزينة إنه مبقاش يكلمها، وبتقول أنا خدت اللي عايزاه بس مش قادرة أسيبه، نفسي أشوفه تاني وأكلمه. في الوقت اللي بيكون هو أخيرا فاق من الغيبوبة، هو قاعد مع زميله اللي بيحذره من جيو، وبيقوله إنها مش شبههم ولا عيلته هتوافق بيها، وإنها زي كل البنات أكيد طمعانة في فلوسه. وهنا بيلاقي جوان اتصال منها، فبيرد بسرعة وبيقولها على عنوان بيته علشان تجيله. فبيستغرب صاحبه تصرفه وبيمشي بعد ما حذره منها تاني. بتوصل جيو عنده وهي فرحانة، لكنها بتتخض لما بتشوف إصابته، فبيقولها بسيطة أنا كويس، وبتدخل تطبخله وبياكلوا سوا وهو مبسوط جدا. ولما بتيجي تمشي بيرفض وبيقولها تخليها معاه النهاردة، وفعلا بتفضل معاه. وتاني يوم لما بتمشي ما بيكونش عايزها تبعد عنه، فبيقولها تروح تشوف مدرستها ولما تخلص تيجي وتفضل معاه أيام أجازتها كلها. بتوافق وفعلا بتجيله بالليل، وبتفضل جنبه بتهتم بيه وبتطبخله وبتغيرله على الجرح. وبيكون نفسها تعرف طبيعة شغله وسبب الإصابات دي، لكنها مش بتسأله. وبيقضوا سوا كذا يوم وبيكونوا مبسوطين مع بعض، وبياخدها علشان يتفسحوا. فبيقابلوا جارهم اللي بيجري على هوان علشان يطمن عليه، وبيقوله الظابط هوان سمعت انك اتصبت طمني عليك. وهنا بتتفاجئ جيو انه ظابط، وبعد ما بيمشي بيقولها ايوه انا ظابط ودي اصابة من مهمة معينة. فبتطمنه انها هتفضل جنبه. وتاني يوم بيروحوا المستشفى وبيطمنوا على جرحه، فبتعرفوا جيو انها لازم تروح والصيف ده مش هتقدر تشوفه لانها مسافرة شغل. فقال لها طيب خليني اخدك تعملي شوبينج قبل ما تمشي. فضحكت وقالت له مفيش داعي، انا مش عايزة حاجة غير اني ابقى معاك. وده طبعا بعد ما خلاص خلصت حق عملية اختها. فبيبص لها وبيفتكر كلام صاحبه انه ما ينفعش يكون معاها، فقال لها ما اقدرش اديكي حاجة غير الهدايا. فزعلت جيو من جواها بس حاولت ما تبينش. ومن بعدها بيفضلوا يتواصلوا سوا شات. وفي يوم بيجيله زميله بيقوله ان في موقع بيبيع شنط مزيفة على انها حقيقية، وواخد مبلغ كبير جدا من الناس، وباع وسطهم كام شنطة براند فعلا. أما الباقي تقليد، فبيحقق هوان في الموضوع، وبيلاقي المبلغ اللي اتنصب على الناس فيه فعلا كبير جدا. وبيشوف الشنط اللي اتباعت وبيلاقي الشنطة اللي اداها هدية لجيو والفاتورة اللي كان مضى عليها، فبيتصدم انها باعت الهدية اللي جابها لها. وبيفتكر كلام صاحبه ان البنات كلها ما بتحبش غير الفلوس، فبيفضل ساكت شوية وهو مصدوم انه اتضحك عليه. بعد كده بتتصل جيو عليه، ولما مش بيرد بتروح له البيت ومش بتلاقيه. بتتصل تاني فبيجيلها بعربيته، وبتقوله انه وحشها وانها جايباله اكل اللي بيحبه، لكنه مش بيرد. وبيسألها ليه مش لابسة الشنطة اللي جابها لها، فتوترت وخافت تصرخ ولا يزعل. وبتقوله انها في الغسيل، فبيطلب منها انهم ينفصلوا بهدوء. بتتصدم وبتسأله حصل حاجة، فبيقولها تنزل من العربية، وبتنزل وهي مستغربة تصرفه. أو تروح تتدرب علشان تنسى، لكنها بتبكي وهي حزينة لأنها بتحبه. هو بتهون عليها صاحبتها وبتقولها تنساه وتركز في شغلها، وإن بكرة عندها مقابلة شغل مهمة. تاني يوم بيجيلها اتصال من مكتب الأمن العام في المدينة، وبيقولوا لها إن الموقع اللي باعت عليه الشنط طلع موقع نصاب، وبيبيع شنط مضروبة وهم محتاجين شهادتها للتحقيق. بتتصدم جيو وبتعرف إن ده المركز اللي وان شغال فيه، فبتستنتج هنا سبب تغيره المفاجئ معاها. وبتجري على بيته بتستناه قدامه لحد ما بيرجع، فبيقولها وهو مكشر مش قلتلك مش عايزة اشوفك تاني. بتقوله بندم انا اسفة، عارفة انك عايز تسيبني بسبب الشنط اللي بعتها، كنت مضطرة علشان اجمع فلوس لعملية اختي، هو بسبب شنطتك انقذت حياتها فانا حابة اشكرك. وهنا بيزعل علشانها، وبيسألها عن حالة اختها دلوقتي، فبتكذب عليه لانها لسه تعبانة، وبتقوله انها بقت كويسة، وبتقوله انها خلاص هتسيبه في حاله زي ما طلب منها. فبيوقفها وبيشيلها وبيدخلها البيت، فبتعمل انها مقموصة منه بس هو بيصالحها وبيخليها تبات معاه، وبترجع علاقتهم كويسة من تاني. وبتتخرج جيو وبيبارك لها هوان وبياخدها تعيش معاه، وبتبقى مبسوطة جدا، ولكن حاسة بفرق الطبقات ما بينهم، لأنها عاشت فقيرة وهو غني جدا. ولكن مع حبه ليها بتحاول تتأقلم وبتروح تسهر معاه في حفلة عاملها أصحابه. وهناك بيقوله صاحبه إن سمع إن جيو بدأت تمثل في فيلم كبير، فخلي بالك بقى لا تسيبك لحسن كل الممثلين اللي معاها حلوين. وكان بيهزر لكن هوان اتضايق بجد وخاف لا تسيبه، فبيفضل يشرب وبيروح وهو سكران، وبيسألها لو الممثل اللي معاها أجمل منه، فبتضحك عليه وبتعرف إنه غيران، وبتقوله إنه أجمل شخص في نظرها، فبيحضنها بحب وبيطمن.
تاني يوم بتحضر له الفطار وبيرن الجرس، ولما بتفتح بتتفاجئ انها والدته، بس هي ما بتكونش لسه تعرف، وبتبص لها الام بقرف. لحد ما بيجي هوان وبيسلم على امه اللي بتسأله بتكبر مين دي. فبتتحرج جيو وبتروح تغير هدومها بسبب مظهرها علشان تعرف تتكلم مع الام. وهنا بيعرفها هوان انها حبيبته، فبتتعصب منه وبتسيبه وبتمشي. ولما بترجع جيو علشان تشوفها بتلاقيها مشيت، فبتعرف انها مش متقبلاها. فبيطمنها هوان إنها حبتها ومفيش حاجة من اللي في دماغها، بس هو مضطر يروح الأسبوع الجاي بيت العيلة علشان يقعد معاهم شوية. فبتقوله تمام، أنا كده كده هسافر علشان عندي تصوير. وبيجي اليوم اللي بيروح فيه لعيلته، وبتقوله أمه إنها شافت له عروسة كويسة ومن مستواهم، وأبوه كلم والدها كمان. وأبو العروسة بيكون مديره في الشغل، وبيكون واضح قد إيه أبوه وأمه شخصيتهم قوية. بيغير هوان الموضوع وبيقول لهم إنه مش وقته ومش بيفكر فيه، وإنه لازم يمشي. فبيتعصب الأب، فبتهديه الأم وبتروح تتكلم بهدوء مع هوان، وبتقوله إنه لازم يوافق بجينا إلى إنها شبههم ومن مستواهم، وأبوها هيفيدهم في حاجات كتير، وينسى البنت اللي معاه، وإنه مبقاش مراهق للكلام ده. ولسه هيعترض بتعمل إنها تعبانة علشان تضغط عليه، وفعلا بيخاف على تعبها وبيوافق. هو بيقابل البنت وبيتكلموا سوا، وبيشوفهم زميله اللي بيبقى قاعد في نفس المكان بالصدفة، وبيصوره وبيبعت الصورة لجيو لأنه بيغير منه. ساعتها بتكون جيو عندها تصوير، ولما بتشوف الصورة بتتجنن وبترجع على أول طيارة. وبيفرح هوان لما بيشوفها، وبيسألها رجع بدري ليه، فقالت له بحدة علشان ما تروحش مع بنات غيري، صاحبك بعتلي صورة ليك وانت قاعد في موعد مدبر مع بنت. بيحاول يشرح لها وبيقول لها انه ما كانش يقدر يرفض لانها بنت رئيسه في الشغل. فاتغاظت من رده وقالت له يعني ما عندكش الجراءة تعرف رئيسك انك مرتبط. حاول يهديها ويقول لها ان الموضوع مختلف ومعقد، بس هي بتسكته وهي زعلانة، وبتقوله انها تعبانة وعايزة ترتاح. وبتتصل بيها الأم وبتطلب منها بكل هدوء إنها تنفصل عن ابنها هوان، لأنها مش شبهه، لأنها عارفة وضع عيلتهم، وإن هي وأبوه شافوله عروسة مناسبة لمستواهم الاجتماعي، والأحسن إن مبادرة تيجي منها هي. فبتقفل جيو وهي حزينة وعارفة إن اليوم ده كان جاي لأنه من طبقة أعلى بكتير وعيلته مستحيل توافق بيها. فبتروح له وبتقوله وقلبها وجعها خلينا ننفصل. فبيتخض من كلامها، هو بيقول لها أنا آسف لو زعلتك في حاجة، مش هكررها تاني. بتحاول تداري مشاعرها وبتقول له لأ، أنا بس زهقت، بقالنا كتير سوا، دلوقتي أنا حابة أرتبط بشخص تاني. بيتعصب من بردها وكلامها، هو بيقرب منها بالعافية وهو هيتجنن عليها، لحد ما بيسيبها وبيستوعب اللي عمله وبيعتذر منها. فبتلم شنطتها وبتمشي بكل هدوء وهي بتحاول تتماسك قدامه، وهو حزين لأنه بيحبها جدا. بيعدي شهرين وهما منفصلين، وبتبقى حياة جيو عبارة عن شغل. وبينجح مسلسلها الجديد جدا وبتنشهر أكتر، وبيصوروها الصحافة وهي مع بطل العمل وبقية الطاقم، وبيطلعوا عليها إشاعة إنهم مرتبطين، بس هي بتكبر دماغها. وبتلاقي صندوق قدام البيت، ولما بتفتحه بتلاقي هوان بعت لها هدايا وصورة ليهم، وكاتب إنه بيحبها ومفتقدها. فبتعيط لأنه وحشها جدا في الوقت اللي بيكون هو وزميله في مهمة وبيقبضوا على حرامي. ولما بيخلص شغل وبيخرج من القسم بيلاقيها مستنياه وهي مبتسمة، فبيفرح جدا وبيقول لها جيتي. قالت له بحب ما اقدرش ما اجيش بعد رسالتك. وبيفتكر الصورة مع زميلها وبيسألها بينهم ايه، بتقوله اشاعات، كنا فريق كامل مش لوحدنا. فبيفرح وبيرتاح، وبيرجعوا البيت سوا. وبتتصل بيه امه وبتقوله انها مش هتتقبل انه يرجع لجيو تاني، فقال لها انه بيحبها ومش هيكون لغيرها. فعرفته انها تأذي شكل العيلة بعد ما بقت ممثلة، وكل شوية تطلع عليها أشعة مع ممثل شكل. فبيحبط هوان وما بيكونش عارف يعمل ايه، وبيطلب من جيو تسيب التمثيل وتشتغل في أي حاجة تانية. قالت له إنها نجحت أخيرا وبقت مشهورة، وكمان قررت تأجل كل حاجة لمدة شهر علشان تفضل معاه. وبتحضنه بحب وهو بيسكت وما بيكونش عايز يزعلها ولا حابب إنها تسيب حلمها بسببه. وتاني يوم بتلبس شيك وبتقوله إن عندها عشاء عمل مهم هي وصاحبتها مع منتجين كبار بيدوروا على ممثلين جداد. فحذرها من الناس دي وسألها لو متأكدة منهم، قالت له طبعا مفيش حاجة تقلق. فقال لها لو حصل حاجة ابعتيلي، وابعتيلي دلوقتي عنوان الفندق. وبتروح العشاء وبعد شوية بيظهر إن الناس دول فعلا مش تمام، وبيحاولوا يقربوا منها هي وصاحبتها. فبتبعت فورا رسالة لهوان في السر، وفي واحد منهم بيحاول يلمسها بالعافية ويخليها تشرب.
بس بيوصل هوان وبياخدها وبيمشي، وبيكون متعصب منها جدا، فبتعتذر منه وبتقوله انها غلطانة بس ما كانتش تعرف. فزعق فيها وقال لها ان المجال ده كله كده، وهو حذرها كذا مرة بس هي غبية، وان هيكونوا عايزينها ليه يعني غير علشان جمالها. فبتزعل من كلامه وبتقوله عايزني اعمل ايه يعني، ده شغلي وبعد كده هخلي بالي. فقال لها تسيب الشغل، بتقوله ايوه قول كده بقى انك عايزني اسيب الشغل وافضل جنبك. قال لها ايه المشكلة، فكري في شكلي شوية قدام الناس. فبتزعل وبتقوله انه اناني وما بيفكرش فيها حتى. تاني يوم بيتجاهلوا بعد شوية لحد ما بتتصل بيها صاحبتها، وبتقولها انها سهرانة في بار مع ناس مهمين وعايزاها تجيلها. فبتتحرج جيو قدام هوان، وبتقوله انها تروح بس تطمن عليها. واول ما بيركبوا العربية بتلاقي صاحبتها بتتصل بيها تاني وهي بتصرخ، وبتقولها تلحقها. فبيروحوا لها بسرعة وبيلاقي اتنين بيتهجموا عليها، فبيضربهم هوان وبيلحقها. وبتوصل الشرطة بعد ما بتكون صاحبتها اتصلت بيهم، وبيستغربوا لما بيشوفوا هوان هناك، وبيسألوا بيعمل ايه هنا في مكان زي ده ولو يعرف البنات دول. وبيقول ان جيو هي اللي صديقته، وهي بتكون حاسة قد ايه كسفته وحطته في موقف وحش، وبتحس ساعتها انها فعلا مش شبهه وهتضره، وبتقرر انها تنفصل عنه للأبد. وبتروح تطمئن على صاحبتها في المستشفى، وهناك بتعرفها انها تحضر حدث علامة تجارية مهم بكرة، وهيكون في ناس مهمة كتير ومشاهير. فبتحب صاحبتها توجب معاها، او بتديها شنطتها البراند عشان تحضر بيها الحفلة. بنروح لهوان ومديره بيستدعيه، وبيقوله ان الكل بيشتكي منه انه بيفقد اعصابه في شغله وبيتعامل مع المجرمين بعنف. فاتضايق هوان وقاله انه يستاهل لانه ضرب حبيبته. فحذره المدير وقاله يحاول يهدي نفسه وما يكونش عاطفي. وبعدين بيسأله انت قلت حبيبتي يعني انت مرتبط؟ امال عايز ايه من بنتي؟ قاله ابدا، ده ابويا اللي اكبرني مش انا. فبيسكت الرئيس وبيمشي، بيتصل الاب عليه، ولما بيروح له بيفضل يضربه وبيزعق معاه بسبب اللي حصل، وانه هيضيع مستقبله علشان بنت ما تستاهلش. واستغلته وباعت الشنط اللي هداها بيها. فدافع هوان عنها وقاله انها عملت كده بسبب مرض اختها، وانه بيحبها وهيتجوزها. فبيتعصب الاب منه وبيقوله ان هو وامه متبريين منه. وبيروح هوان وبيكون قاعد بدون قميص بسبب الجروح، ولما بيرن الجرس بيلبسوا اي كلام كده وبيشوف مين، وبيلاقي انها بنت رئيسه. فبيستغرب انها جاتله، فبتحاول تقرب منه وبتقوله ان امه هي اللي بعتتها علشان تطمن عليه، وانها جايباله اكل معاها. فبيعرفها انه كويس وانها لازم تمشي في نفس الوقت اللي بتجيله جيو. وبتشوفهم سوا بتتضايق جدا لما بيعرفها انها بنت رئيسه. فبتقوله وهي بتبص على لبسه طبعا كنتوا سوا واضح يعني. فقال له وهو متضايق من اتهامها ان امه بعتتها وبلاش بقى تستخدم اساليب شغلها عليه، لان مش كل الناس زيها بيسهروا مع منتجين علشان مصلحتهم. وبيكمل في غبائه في كلامه، هو بيسألها الشنطة دي جابتها منين. فبتتصدم من اتهامه وبتعرف انه بيشك فيها وعمره ما هينسى اللي حصل. فبتقوله انهم لازم ينفصلوا المرة دي للأبد. طبعا بيكون مفكرها هتتراجع زي كل مرة، وبيقولها ان المرة دي مفيهاش رجوع لو سابته. فبتزق ايده وبتقوله مش عايزة ارجع لك اصلا، وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. وبيبص هوان عليها وهي ماشية وبيحس انه بيودع الحياة معاها لانه بيحبها، بس مش قادر يتقبل شغلها ولا اللي حصل معاها. ساعتها بينزل التلج في المدينة. بتعيط جيو لانها كانت نفسها تشوف سقوط التلج معاه. بيعدي كام سنة وبيتقابلوا صدفة، وبتبقى جيو نجحت اكتر في شغلها وهو كمان، وبيعدوا من جنب بعض من غير ما يتكلموا، لكن مش بيقدروا. وبترجع له جيو وبتمثل انها تخطط الموضوع، وبيسلموا على بعض وبتسأله لو اتجوز. فبيقول لها لسه، هو انتي؟ بتقوله لسه. وبتيجي تمشي بيقول لها هوان ان الارصاد بتقول ان بكرة في سقوط تلج في المدينة، ولو في فرصة يشوفوه سوا. فبتضحك جيو وبتفرح وهو كمان، وانا بنعرف انهم هيرجعوا لبعض تاني، لان رغم السنين مفيش حد فيهم قدر ينسى التاني. ولحد هنا بيكون ملخصنا خلص. اتمنى ان يكون عجبكم، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في ملخص جديد. باي باي.